في النسخة ال25 من بطولة كأس الأمم الأفريقية استضافت مصر البطولة، وساعتها رغم ان البطولة عندنا لكن ما كناش مرشحين اننا نكسبها، لان ببساطة منتخبنا كان في مرحلة انتقالية، مرحلة التغيير مع مدرب وطني جديد بجيل جديد، معظمهم من منتخب 2003 مع شوية عناصر خبرة مع شوية لعيبة تانية من الموهوبين. وساعتها المنتخب المصري بقيادة المعلم حسن شحاتة بيمتلكوا 3 لعيبة محترفين، احمد حسن وميدو وعبد الظاهر. الباقي بقى لعيبة اهلي على زمالك واسماعيلي وانبي ومعهم حسام حسن اللي ايامها كان عنده 39 سنة بس لسه بيجري ويعافر ولسه عيونه بتسافر، والراجل اصلا قال ان ده اخر بطولة ليا وهعتزل وعلى بركة الله نبدأ البطولة. بس لو انت شخص حساس ومرهف الحس خلي جنبك مناديل علشان وانت بتتفرج هتعيط على الحالة اللي وصلت له الكرة المصرية. توكلنا على الله نبدأ البطولة. دخل المنتخب المصري البطولة بقيادة المعلم حسن شحاتة في المجموعة الأولى، واللي ساعتها كانت بتتوصف بمجموعة الموت عشان كانت بتضم مصر والمغرب وليبيا والكوت ديفوار. بدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الليبي على استاد القاهرة في افتتاح البطولة. ماتش سهل وفي المتناول، حاجة كده نسخن بيها في بداية البطولة، مع احترامي طبعا لكل اخواتنا الليبيين. وفي الدقيقة 18 ميدو يسجل الهدف من ركنية رفعها عبد الوهاب الله يرحمه، وبعديها ب3 دقايق يجي فاول للمنتخب، وكان ميدو برضه كان عايز يشوطه بس سابه لابو تريكة في اخر لحظة عشان يسجل هدف حلو قوي من واحد حريف قوي. انا معرفش ميدو كان عايز يشوطها ليه الصراحة، اهو غلاسه كده. وبعديها فضلنا على الحال ده لحد الشوط التاني. في الدقيقة 74 عمرو زكي يعدي الحارس فيقوم الحارس جايبه من قفاه وناخد ضربة جزاء. يقوم مين عايز يشوطها؟ ميدو، رغم ان اللي بيشوط هو احمد حسن. قام ميدو داخل يشوط فالحارس وصدها وتقوم رايحة لاحمد حسن عشان يسجل الهدف الثالث للمنتخب. وده يديك اهم درس لحياتك، انك تكون سالك من جواك زي احمد حسن. الماتش التاني كان مع المغرب، وطبعا كل ماتشات شمال افريقيا كلها حماس واثاره وما يمنعش برضه من وجود شويه ضرب. الماتش المره دي اصعب شويه بس حاولنا ووصلنا وضيعنا كتير، بس في الاخر النتيجه 0-0. وصلنا لاهم ماتش في المجموعات وهو ماتشنا مع الكوت ديفوار. دروجبا بقى وكونيه والناس الجامده دي، ماتش لا اما تصعد منه اول مجموعه وتوصل لربع النهائي، او تخسر وتودع البطوله بدري وانت صاحب الارض والبطوله وسط جمهورك. فالخوف كله ان احنا نطلع بدري قوي من البطوله كده ما تخافش. لا اخاف. ما تخافش، بقول لك اخاف يا ده العم. بس احنا اكتسحناهم 3-1. متعب جونين، ابو تريكة جون باسيست رايق قوي من حسام حسن عشان يقولك انا مش جاي بالحب كده وخلاص. وصعدنا بعديها لربع النهائي عشان نقابل الكونغو الديمقراطيه، وده برضو كان ماتش سهل، قدرنا نكسب 4-1. الاول لاحمد حسن من ضربة جزاء، والتاني لحسام حسن، والتالت لمتعب، والرابع لاحمد حسن بس هو جه لوحده كده سلكان يابا. وصلنا لنصف النهائي وهنلاعب السنغال، وجبنا جول من ضربة جزاء في الشوط الاول وهم تعادلوا معانا في اول الشوط التاني. خلاص الماتش بيروح مننا وفاضل ربع ساعة، فكابتن حسن شحاتة بيعمل تغيير عادي جدا عشان يحاول يصلح الامور ونلحق نكسب الماتش. بس ميدو كان ليه رأي تاني، وتحصل خناقة على الخط ما بين ميدو وحسن شحاتة، ولا ده وقته ولا ده مكانه ولا كان ينفع من اصلا. ايه ده ماله الواد ده؟ في ايه؟ ينفع كل مره تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مره في تغيير يعني يطلع بره؟ ايه بس شوف حكمة ربنا يا شيخ، عمرو زكي اللي ينزل من مكان ميدو يجيب جون الفوز وهما بيتخانقوا، وده تاني درس تاخده من البطولة. الله هو ايه انه هيعملها ولا ايه؟ زي ما قلنا ان احمد حسن سالك، فميدو ما شافش بربع جنيه سلكان. فسبحان الله بعد ما كناش مرشحين للفوز بالبطولة توصل للنهائي عشان تلاعب الكوت ديفوار تاني. بس كابتن حسن قبل اي حاجة كده حلف يمين طلاق ان ميدو مش هيعتب ارض الملعب تاني، وان اخره يتفرج من المدرجات، وده طبعا مش هيأثر على المنتخب عشان كان فيه بدال كتير. حسن شحاتة كان واخد 5 مهاجمين في البطولة، حسام حسن وعماد متعب وعمرو زكي وعبد الحليم علي وميدو. وبدأ الماتش محاولات شوية هنا وشوية هنا لحد الدقيقة 90 ونروح للوقت الإضافي. وفي أول الدقايق بناخد ضربة جزاء هدية، بس الحرام ما بيضمش عشان يخش أحمد حسن ويضيعها. الراجل صفر ضربة جزاء، فأنا بقى قمت زايط وفضلت قاعد بقى في الأرض وماسك رجلي. طبعا مبدئيا عايز أقول لك إن مفيش لعيب في كوت ديفوار وأنا واقع في الأرض وعمالين يعترضوا على الحكم ما ادانيش بالشلوت وأنا استمر الحال كده لحد النهاية ونوصل لضربات الجزاء. أول ضربة جزاء يخش أحمد حسن، بس المرة دي الحمد لله جابها. واول ضربة جزاء عندهم كان دروجبا، ربنا يستر، بس الحمد لله الحضر يصدها. حتى بص صد الكرة وقام عادي زي الاسد، اكنه بيقول في سره ايه دروجبا نجم تشيلسي ومكسر الدنيا في اوروبا، ايه المشكلة تاني ضربة جزاء يخش عبد الوهاب ويسجلها. تانية عندهم دخلوا جابوها،
تالت ضربة جزاء عندنا هنقف عندها شوية. هو المفروض اللي كان يشوطها ابراهيم سعيد، بس هو كان خايف من ضربات الجزاء، وكان متفق مع الكابتن حسن شحاتة ان الماتش لو وصل لضربات الجزاء يطلعه عشان ما يلعبهاش. فقام حسن شحاتة ما كانش عايز يطلعه برضه، فقام ابراهيم سعيد في الشوط الاضافي قبل ضربات الجزاء عمل نفسه مصاب علشان حسن شحاتة يغيره وينزل مكانه عبد الحليم علي. فيها انا كنت سبحان الله حاسس ان في ضربات جزاء، فانا الحمد لله عامل بطوله حلوه وجميل والناس بتشجعني، اخلي الناس تقلب عليا ليه؟ هتلاقي الناس دي كلها تنزل تجري ورايا، طب ليه البهدله؟ فقلت الكابتن حسن قلت له لو سمحت لو وصلنا لضربات الجزاء ايه طلعني طيرني. فقال لك بقى ايه ابراهيم مش واخد باله، فببص اخر بقى طبعا انا متابع عمال اعد في التغييرات. فلقيت كابتن حسن بينزل عبد الحليم، فببص لقيت اليافطه ايه مش الرقم بتاعي. قلت له بس ستوب بتاعك. عادي يا عم الناس دي هتنزل تطلع عين اهلي. بس المشكلة انها ضاعت برضه. بس بعدها في الضربة التالتة بتاعتهم الحضري يقول لنا اطمنوا البطولة بتاعتنا برضه، وبعد كده يدخل عمرو زكي يجيب ضربة الجزاء الرابعة لينا، والرابعة ليهم يدخلوا يجيبوها برضه، وكده النتيجة تكون 3-2 وفاضل ضربة جزاء واحدة لينا. لو دخلت نقول والله وعملوها الرجال، ويخش ابو تريكة اللي ما كانش يعرف انها اخر ضربة جزاء لينا ويسجلها. ابو تريكة ابو تريكة مليون مبروك يا مصر، مليون مبروك يا مصر. وهي دي البطولة الخامسة في تاريخ مصر والأولى لعم حسن شحاتة، ودي كانت البداية للجيل الذهبي. انت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتقولي نفسك تسمع ايه الحلقة الجاية. صح، وطمنا على علبة المناديل بتاعتك.